السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو هاد لاطاغط من بين سلسله حلويات العيد ان شاء الله. هاد لاطاغط سهله مهله، ديما كنديرها في الانستغرام وكيطلبوها مني البنات فيديو. اليوم غادي نديرها معكم. بالنسبه للعجين انا عجنته في الترموميكس 20 ثانيه على السرعه 5. بالنسبه للبنات اللي غادي يبغيو يعجنوها عاديه فهي كتعجن بحال اون باط بغيزي. غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. لاباط زوينه وما فيها حتى شي حاجه يعني كثيره، ساهله مهله وكتجي رائعه ورطبه، كتجي زوينه بزاف في الصابلي وفي الحلويات هكا ديال لي طاخت اللي فيهم الكريمه او الفواكه او كما بغيتو. المهم انا غادي نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف. كنديروها في لومول، كنتقبوها وكندخلوها طيب، وكندوزو نديرو لا كريم باتيسير. لا كريم باتيسير انا درت لا غوسيت ديال ترموميكس، حتى هي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، وغادي طيبوها في الكاسرول عاديه. كريم باتيسير عادي يعني ما فيهاش شي حاجه يعني مختلفه. فهو هذا القوام. انا تعمدت نخدم في الترموميكس لحقاش ولفت كنخدم فيه، يعني ما بقاش عندي الجهد ديال جبد كاسرول جبد هذه، كلشي كنديرو في الترموميكس. بالنسبه للوصفه خدموها البنات بلا ترموميكس عادي، يعني بلا عجانه. وهذا هنا كنوريكم ان لاباط ما كتقطع، ما كتقلال، ما كتقلص في الحجم ديالها، كتبقى زوينه، كتبقى عاديه واخا ما كندخلوهاش كاع الفريكو. صافي هنايا كندخل فوق منها كنكب فوق منها ديك لا كريم باتيسير، وكنستف الطريفات ديال التفاح اللي انا قطعتهم بالموندولين هكا رقاقين بزاف، وقطعتهم بالقشره ديالهم دواور بحال كيف كتشوفوا. كنحاولوا اننا نستفوا وحده فوق وحده بالشكل اللي كتشوفوا بلا ما تبان ديك الحفيره في الوسط، يعني كنحاول نغطي وحده في قلب الاخرى. صافي حتى كنجيب الدوره كامله ديال التفاح اللي عندي، وكنحاول كنعاود نرش من الفوق ديال التفاح بلا كونفيتور ديال المشماش. ضروري لا كونفيتور ديال المشماش حيت هي اللي كتجي زوينه بزاف. اللي ما عندوش لا كونفيتور ديال المشماش يقدر يدير سنيده او لا كاسوناد من فوق التفاح مع طريفات ديال الزبده، حتى هي كتجي زوينه. بالنسبه للعجينه اللي شاط ليا درتها في هاد لي مول الصغيورين كيف كتشوفوا، وغنعاود ندخلها مره ثانيه الفران بالحق غير من الجهه الفوقانيه باش هذاك التفاح كيتعلق مع المشماش. باردون، داك التفاح كيتعلق مع لا كريم وكتجي لا طاحت غزاله. انا تعمدت انني ندير لكم هاد لا فيديو هكا خفيفه وسريعه لحقاش سهله، فغير اون بات صابلي كريم باتيسير عاديه، ولكن الفكره زوينه وكتجي رائعه رائعه. هاد لا طاحت البنات كنديرها تقريبا هادي واحد 20 عام ولا اكثر، وانا كنديرها كنت تعلمتها مع برقاش، كان هو اللي علمها لينا فاش كنا صغار. الله يرحمه ويوسع عليه. وتنتوما بغيت نعلمها لكم وتبقاو ديروها، هي كتجي رائعه وكتباع غاليه في المخبازات، ومع انها سهله وما فيهاش مقادير بزاف. بالصحه والراحه، وان شاء الله نرجع معكم بتحضيرات اخرى لطبيله العيد ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالصحه والراحه.